يعني هناك قلنا مشاكل وطنيه كبرى، هذا الكل مثلا في ميدان التشغيل من نجم يصير كان عن طريق الاستثمار، والاستثمار ما يجي الا لما تهيئ المناخ السياسي اللازم للاستثمار الاجنبي حتى يحفز راس المال الوطني والاجنبي انه ينتصب. ايضا هناك اصلاحات على مستوى الاداره اللي تحكي فيه انت مثلا في البرت علاش موجود هذا الفساد؟ لانه ثم بيروقراطيه، لانه ما فماش شفافيه، لانه لابد من مراجعه التشريعات، لابد من مراجعه هيكل التنظيم الاداري للبرت وغيره للنقل. كيفاش تنظموه البرت؟ هاو نمشي معك شنو تصورك؟ طبعا لابد من مراجعه الاداريه يعني، ولابد من انك تاخذ الاجراءات كلها وتعاود تنظمها من اول وجديد حتى تسمح. الموانئ ما تتبعش سلطات مركزيه، الموانئ تتبع المدن. في المغرب ميناء طنجه فما مجلس اداره يشرف عليه، مش احنا في دي جي وارجع لوزير النقل، وزير النقل يراجع رئيس الحكومه. في الدستور اللي انت قلت يطربني الحديث فيه، فما الحديث عن المجال المحلي وعن المجالس المحليه وعن الحوكمه المحليه. في اطار الحوكمه المحليه ذي باش تصبح جميع المؤسسات الاقتصاديه كما تحكي انت على البرت والمعامل والشرطه البلديه والكياسات والضوء والمال كله باش يكون تحت تسيير واشراف المجلس المحلي اللي هو المجلس البلدي او مجلس الجهه اللي هو منتخب من الشعب. يعني من بعد راهو بتصير تحولات لازمنا نتعاملوا معها. تحكي على سوق الجمله مثلا، باش نرجع للجهه نتاعي باش نحكي على المشاكل في سوق الجمله فيه بنيه تحتيه مهترئه، فيه هباطه من عام 1946 القانون المنظم لسوق الجمله لم ينقح، لم يعدل. اليوم الهباط يشكي لانه فما سوق موازيه، يبدا الهباط لداخل معناها يخدم شيخو هكا النسبه نتاع الهامش اللي عنده، والاخر البرة اللي جايب سلعه مهربه يبيعها قدام السوق. حاجه اخرى بالنسبه نفس الشيء بالنسبه للفلاح، الفلاح يعاني، ثم تكلفه نتاع انتاج، وقت اللي يدخل الداخل يبيع كيف بثمن ما يخلصوش. علاش؟ لانه الدواء مثلا في ال3 سنوات اللي فاتت زاد 3 مرات، الاسم ده يقع تهريبها، ما يتمكنش الفلاح من تغطيه المصاريف نتاعو. بالتالي فسوق الجمله فضلا عن المراجعه القانونيه ليلو لابد من الاحاطه بالاطراف المتداخله فيه اللي هي الفلاح والوسيط والديتايون اللي هو الخضار.